اننا بنشاهد مسرحيه بدوي ادوارد، وبجد بقينا خايفين على عقولنا، مش عارفين نعمل ايه. تداعيات الدستور، واستاذنا احمد عبد الحفيظ بيقول لنا ان سيد البدوي حرص على تاكيد ان شراء الدستور لا علاقه له بالحزب، ولما تمت الصفقه انصب الهجوم على الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب وعلى الحزب نفسه، مش على الدكتور السيد البدوي رجل الاعمال والمالك للصحيفه، وده خطأ جسيم وقع فيه كتير من الناس. تداعيات الدستور، واستاذ عبد العالي البكوري بيطالب بنقابه قويه تحمي حقوق صحفييها، تدفع عن المهنه اخطار بتهب عليها برياح جامده جدا. بيدعي البكوري بمؤتمر عام للصحفيين يطرح المشاكل ويعالجها. تداعيات الدستور، واستاذنا محمد حماد بيقول ايضا في العرب الناصري ان ملف الجريده ممكن حسمه بجرة قلم وفديه. خلي بالكم من كلمه وفديه دي. في النهايه بيقول يا ساده، الدستور مش مصنع ولا عقار ولا مدرسه خاصه ولا توكيلات، ده جورنال ليه عقل وروح، ليه فكر، ويساهم في ازدهار المجتمع، وبغير كده مستحيل يبقى ده جورنال ليه وضع في السوق. تداعيات الدستور، واستاذتنا وفاء حلمي واخده خط نقدي ضد ابراهيم عيسى، وبتقول كتير تعاملوا مع الملف من جانب واحد متجاهلين الجوانب الاخرى، وبيتعاملوا مع ابراهيم عيسى على انه بطل قومي لا ياتيه الباطل من امامه ولا من خلفه، وان شراء الدستور كان هدفه الاول والاخير قصف قلم ابراهيم عيسى، يعني بتر القلم، يعني قلم ابراهيم عيسى الحر اللي تمت اقالته بسبب اصراره على نشر مقاله عاديه جدا للدكتور البرده عن حرب اكتوبر. بزعم ايه بقى؟ بزعم ان البطل القومي، وده الكلام لزميلتنا وفاء حلمي، ان البطل القومي ابراهيم عيسى اصر على نشر هذا المقال مضحيا براتب خرافي، هو اعلى راتب لصحفي في تاريخ الصحافه المصريه، وهو 75,000 جنيه شهريا. تستطرد زميلتنا وفاء حلمي بتقول الناس دي صوروا ابراهيم عيسى على انه شهيد، وناس تانية قالت انه انتحر تحت القطر، وتقصد بالقطر هنا هو ملاك الدستور الحاليين اللي تم تصويرهم على انهم جناه وخونة متواطئين مع النظام، ودفعوا 16 مليون جنيه من اموالهم لشراء الدستور فقط، وذلك لمنع ابراهيم عيسى من الكتابة. تداعيات الدستور، وزميلنا ايمن شرف كاتب في الدستور النهارده تحت عنوان المسكوت عنه في ازمه الدستور. على فكره ده اول مره ناخد حاجه من الدستور الجديد بعد ابراهيم عيسى. شرف بيقول الغريب ان اللي بيتكلموا على ان في مؤامره ضد ابراهيم عيسى وان الملاك الجدد اطاحوا بابراهيم عيسى دول مش فاكرين نقطه مفصليه في الموضوع. ايمن شرف بيقول ايه النقطة المفصلية دي يا عم ايمن؟ هي ان عيسى باع حصته وحصة شقيقه شادي، بالنسبة انها بيقول انها 10%، وبيتساءل ايمن شرف ليه ابراهيم عيسى لم يتمسك بالحصة دي عشان تبقى وسيلة للحفاظ على الجريدة ومنع انحرافها عن خط سياسي او اي خط اخر. بس هو الواحد عايز يسأل برضه، هو هل ال10% دول يكفوا حتى لو ابراهيم عيسى تمسك بيهم؟ يكفوا ال10% دول انه ابراهيم عيسى او غيره او اي واحد ملك ال10% دول يغير سياسة الصحيفة في مقابل 90% موجودين؟ هل يعقل؟ موضوع الدستور وابراهيم عيسى زي ما قال الاستاذ عصام كامل رئيس تحرير الاحرار كان معانا يوم الخميس، الحاجة مهمة جدا ان الكل خسر، الكل في المباراة خسر، حتى الحكم، يعني اللاعبين خسروا، مفيش لاعب فايز، مفيش فريق قصدي فايز، الفريقين خسروا، حتى الحكم اللي كان بيحكم، ومش عايزين نقول مين هو لحد دلوقتي، الحكم خسر لانه مش قادر يحكم، ما يعرفش ادوات الحكم ايه، او ادوات التحكيم ايه، ما يعرفش ايه الموازنات اللي بين الفريقين، ما يعرفش يروح لمين مع مين، ما يعرفش هل ده ضغط على ابراهيم عيسى عشان ما يكتبش ولا لا، ما يعرفش هل دي صفقة فعلا عادية تجارية ولا لا، ما يعرفش ايه السياسة الموجودة من جانب رضا ادوارد، ما
ما يعرفش هل الدكتور سيد البدوي لسه ليه ضغط في الموضوع ولا لا، ما يعرفش، واحنا كمان ما نعرفش، لان في حاجات كتير تحصل في البلد للاسف بتخلينا نقول ما نعرفش. حد معانا على التليفون؟ طيب استاذ علاء ثابت عضو مجلس نقابه الصحفيين، على فكره كان زميلتنا سهام الباشا نقلت عنه في اليوم السابع كلام مهم، فنستوضح منه هذا الكلام لانه تليفون مهم وهيحط ايدنا على بعض القضايا. استاذ علاء اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك عامل ايه؟ كله تمام. التعليم العالي اخباره ايه؟ اهو يسير الى يعني من افضل الى افضل ان شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين. قول لي ايه اخبار الدستور النهارده؟ والله النهارده كان المفروض يعني كما اعلنت النقابه ان هيبقى في لقاء مع سيد رضا ادوارد الساعه 3 الظهر. تمام. ولكن للاسف الشديد احنا يعني اجتمعنا كمجلس وحصلت مكالمه بين النقيب ورضا ادوارد. النقيب طلب من رضا ادوارد ان هو برضه ايضا يؤجل حضوره هذا اليوم لانه لم يصل، مش هيجي لنا في المجلس ومعاه الحل، يعني ما عندوش الحل النهائي، وبالتالي مجيئه كأن لم يكن. احنا كمجلس نقابه الصحفيين مش هنيجي، احنا مش قاعدين يعني انا اسف في الكلمه، احنا مش قاعدين على مصطبه هنقعد نتكلم بدون حلول نهائيه ومحدده. صحيح. والمشكله بقى لها كتير. ودارت نعم. والمشكله بقى لها كتير اصلا. من 5 اكتوبر. يعني الازمه دي يعني ازمه مؤسفه للاسف الشديد، يعني انا مش عايز اقول لك اني انا حضرت الاجتماع مع رضا ادوارد يوم 6 اكتوبر اللي فات، الكلام لم يتغير حتى هذه اللحظه. تمام. وطبعا يعني احنا يعني اي حد، يعني انا بقول الرساله دي لكل ملاك الصحفيين، اي حد يدخل في نزاع مع نقابه الصحفيين هو اللي هيخسر كتير جدا جدا لابعد الحدود. يعني انا بلوح برضه حاليا ان موقف رضا ادوارد ليس، لن نسمح لرضا ادوارد ان يملي شروطه على مجلس نقابه الصحفيين، فاحنا ملتزمين بحقوق كل الصحفيين زي ما حضرتك تفضلت من شويه بتقول 120 صحفي، خاصه ان هناك اتفاق كان يوم 9 اكتوبر حضروا يعني هيئه مكتب نقابه الصحفيين الموسعه واتفقوا على بنود 9 وحصل يعني رده حوالين هذه مفيش التزام بالدفاع كما اكد كان فيها الدكتور سيد البدوي والسيد رضا ادوارد. المساله زي ما بقول لحضرتك او زي ما قلت يعني تفضلت من شويه، انا بوافقك على انها المساله ما هياش دكانه انا بشتريها وبمشي الناس الشغالين فيها زي ما هم، لا، في خط سياسي لابد يبقى في التزام وفي قانون بيحمي الصحفيين وبيحمي السياسه التحريريه ايضا للصحيفه. تمام. بالاضافه انا بقول لك انا بلوح بان موقف رضا ادوارد القانوني يعني ضعيف جدا لابعد الحدود، لانه هو اعلن اكثر من مره انه يمتلك 100% من اسهم صحيفه الدستور، وهذا يخالف القانون. واذا كان هو بيؤكد ذلك علانه سواء في وسائل الاعلام او في اخبار بثتها بعض الوكالات الرسميه في مصر، فان ده بيوضح ان العقد بتاعه سوري. تمام. صحيح. وبالتالي انه يوصل هذه النقطه اصلا. الصوت ضعيف قوي يا شباب. كده الصوت كويس احسن؟ يعني معقول شويه. اتفضل يا استاذ علاء. وبالتالي موقفه هيبقى ضعيف جدا لابعد الحدود في هذه الجزئيه. جزئيه ان النهارده النقيب بالفعل حصل اتصال، النقيب مهتم جدا انه لازم يتم حسم هذا الموضوع في اسرع وقت، لاني الدخول في نزاعات قضائيه قد تطول الازمه، يعني احنا مش عاوزين الازمه تستمر. طب انتوا ليه يا استاذ علاء ما اتفقتوش النهارده؟ لاني زي ما بقول لحضرتك مفيش حل من الطرف الاخر، بالاضافه الى احنا كاعضاء مجلس مش هننتظر ان رضا ادوارد ياتينا بهذا الحل فقط. ما هو انتوا المشكله يا استاذ علاء دلوقتي، يعني ايه الحل دلوقتي؟ ما هو الحل ايه؟ الحل انه تقول للاستاذ رضا ادوارد خلاص مفيش حلول، يبقى مفيش صفقه. ما هو لابد ان يحدد. احنا دلوقتي بقول لحضرتك اذا وصلنا الى حد ما في مشروع لخطاب يوجه اليه للدخول في الجزء القومي، ان احنا
حته ان هو ملكيته اصلا فيها جزء غير شرعي، لانه لا يجوز حسب القانون ان شخص واحد يمتلك 100% من رخصه الصحيفه. ده حسب القانون المصري وحسب قانون الجهه التي تمنح الرخصه المجلس الاعلى للصحافه، فهذا امر لا يجب السكوت عليه من المجلس الاعلى للصحافه. تمام. بالاضافه الى ان طول المده زي ما بقول لك من يوم 6 اكتوبر نفس الكلام بيتقال، يعني نفس يعني انت شايف النهارده الاجتماع بتاع النهارده مفيش فيه جديد خالص؟ لا جديد نهائيا، لا جديد. والراجل جه وقعد مع سياده النقيب وقعد مع مجلس النقابه ومفيش جديد. بالظبط، لا جديد حتى هذه اللحظه، وهذا امر يعني غايه في الخطوره. ان يتم السكوت او عدم الوصول الى اي نتيجه محدده الى هذه اللحظه. بس انت شايف يا استاذ علاء مش شايف ان ده استهانه بالنقابه؟ يعني ازاي انت جيت امبارح وكل الجرايد كتبت قالت انه النقيب ما رضيش يقابله والنقيب اعتذر له وقال له المفروض تاخد معاه المسبق. جه النقيب في احد البرامج الفضائيه بالليل قال مع احترامي وتقديري انا بس ما كانش في تنسيق كفايه وبتاع، وراجل اعتذر باسلوب شيك جدا. نعم. تيجي انت اتفقتوا النهارده يجتمعوا الساعه 3 وفي شخصيات عامه داخله في الموضوع. ايه الموضوع بالظبط؟ والاستاذ الدكتور السيد البدوي كان موجود في احد الفضائيات برضه الاسبوع اللي فات واتكلم، قال المشكله تتحل الصبح. وايضا في اتفاق مكتوب وفي بنود 9. طب هو ليه يعني اجتماع حضره هو شخصيا؟ طب ايه وجهه نظر ادوارد؟ يعني ايه وجهه نظر الاستاذ ادوارد؟ رضا ادوارد هو يعني عاوز يوافق على جميع البنود الخاصه، ال9 بنود فيما بيستبعد فيها ابراهيم منصور. يعني احنا دلوقتي من ضمن البنود ال9 ان يبقى في مراجعه يعني حقوق عدم المساس باي صحفي من الصحفيين الموجودين من ضمن هيئتهم التحريريه ابراهيم منصور. تمام. هو عاوز يستثني ابراهيم منصور. تمام. وابراهيم منصور نفسه شخصيا لما حصل اتصال بيه هو اصلا مش عاوز يروح، مش عاوز يبقى موجود في الدستور، ولكن قال انا هشوف انا كانت هذه رغبه من الزملاء في الدستور، انا هاجي علشان خاطرهم عشان نجد حل. وهو جه النهارده ايضا قال رضا ادوارد ان لمصلحتك انت ان يبقى ابراهيم منصور موجود في هيئه تحريريه للجريده، وده هيبقى جزء يعني حل وسط مهم جدا وكل الناس وكل الصحفيين موافقين عليه، ولكن لم نصل الى حل حتى هذه اللحظه. اشكرك يا استاذ علاء. اللحظه من ساعات او من يمكن دقائق قليله جدا للاسف لم نصل الى اي حل. للاسف. اشكرك شكر جزيل استاذ علاء ثابت عضو مجلس نقابه الصحفيين واحد اللي كانوا موجودين النهارده مع الاستاذ رضا ادوارد وسياده النقيب عشان يشوفوا الموضوع ماشي ازاي. استاذ علاء يؤكد انه لا جديد من يوم 5 اكتوبر لحد النهارده كم اكتوبر؟ 17 اكتوبر. مع ان الحاجه اللي بيقولها الاستاذ محمد حماد المساله محتاجه جره قلم وفديه. وبعدين بنزعل ان الناس بتنتقد الدكتور السيد البدوي وبتضرب في الحزب. طب يا دكتور اقفل الباب وخلي الاستاذ رضا ادوارد يحل المشكله، او حضرتك بما لك من كفاءه ودرايه وعلم وخبره وثقافه حل المشكله. هناخد فاصل وارجع لحضراتكم. بعد الفاصل هنشوف القضايا الصحافه النهارده ايه، ونحاول بقدر الامكان اذا كنا نعرف نجيب ابراهيم منصور على التليفون ولا لا. بعد الفاصل.